السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحباب والصحاب، ما تنسوش تلايكيو لينا هذا الفيديو، بارطاجيوه بأكبر قدر ممكن، حيت غادي نتناولوا فيه مجموعة ديال الأمور اللي تناولها الإعلام التونسي، وما قاله خالد حسني على القجاء والشعبوية ديالو. كيأكد أنه القجاء ملي كيقول لينا راه غتكون أحسن نسخة ديال كأس العالم، باللي راه شعبوي وهذيك الهضره ما كايناش. وكيتناول المشكل ديال دياز اللي وقع له مع اسبانيا، وكيقول بان اسبانيا هي اللي تخلات عليه وهي اللي ما داتهاش فيه وما اعتبراتوش. هذاك الشيء علاش المغرب داه يعني سهل، يعني ماشي هو ما بغاش اسبانيا، ماشي دياز اللي ما بغاش اسبانيا. على اي، وتناولوا ايضا الوضعيه ديال الوداد الحرجه اللي كيدوز منها حاليا من بعد اعتقال الرئيس ديالو، وتناولوا مشكل ديال كأس العالم، يعني واش غتكون احسن نسخة ولا لا، والعراقيل اللي كاينه، وهضروا على المغرب بصفة عامة. هذا ما كان. شكرا على التتبع ديالكم. بعد شوي باش نحكيو على المغرب، المونديال، مباراة الافتتاح، الدور النهائي، وشنو حكاية 6 ملاعب وال15 ملعب اللي باش يستضيفوا المونديال في المغرب بعد شوي. بالمغرب والمونديال، تصريح لفوزي لقجع خالد حول عدد الملاعب المغربية المخصصة للمونديال. مبدئيا هم 6 ملاعب. مصر تفتتح النتيجة ضد نيوزيلندا. شكون سجل الهدف؟ محمد مصطفى. لاعب نونت، مهاجم ممتاز جدا في الدوري الفرنسي. المغرب والمونديال، قلنا انه مبدئيا 6 ملاعب مغربيه ستستضيف مباريات المونديال في المغرب، لكن لقجع شنو قال عبد الستار؟ قال قادرين نوفروا حتى 15 ملعب ما دام فما الاراده وفما الفلوس تبني اللي تحب عليه. النظام الملكي زاد. هذاك يلزم محمد سليتي. انا دخلني في يشجع، هو قال لك يشجع، خليه يشجع على روحه. هو يجي نعرف يشجع على الدوله الحسينيه. عاود اساله قول له تشجع ولا. دونك لا، مش حكايه. هي فما سياسه الرياضيه نتاع المغرب، معناها لهنا مادام لك جاي يعمل ديكلاراسيون كيف هكا، فما الامكانيات برشا ثقه محطوطه الامكانيات الكل باش المونديال ينجح ب6 تيرانات، ب10، ب15. والبارح كنا حكينا حتى على لو روتور اللي باش يرجع اون تيرم تاع فلوس في لي انفستيسمون هذوما. دونك انفستيسمون كبير، معناها المغرب باش يحطوا لي مويان باش ينجم ينجح. دونك عنده الحق فوزي لقجع يحكي بالطريقه هذيا. اما هي 15 كان يقولوا له خذ 15 تو يوحل، معناتها كلام بركه نتاع ميديا. والله يا عبد الستار ما نعرفش، ما نوافقكش برشا، لانه الفلوس موجوده، الفلوس تتخلق في اي شأن يخص الرياضه في المغرب. انا هو راهو الملعب هذا 500 مليون دولار راهو باش دولار. ملعب كازابلانكا، ملعب كازابلانكا اللي هو اكبر ولا ثاني اكبر ملعب في العالم. دونك باش يعمل ملاعب على المستوى هذاك. ما نتصورش من بعد شنو معناتها برشا. مش كلهم على المستوى ذاك. ليش تلقى ملعب يهز مثلا 115 كما قلنا، باش تلقى ملعب يهز 50. هو في كما صار في قطر كؤوس مثلا العالم 80 60 40. في كؤوس العالم الكل ما تلقاش ملاعب على مستوى عالي جدا. شفنا حتى التيران الاخر نتاع 716 ولا قداش ديمونتابل اللي تحط وتنحى نتاع قطر. مش قداش 974 ملعب ممتاز وجميل جدا. احسن ملعب عندي انا حسب رايي، انا احسن ملعب في قطر. الكلفه الكبيره تتحط على اللي باش يصير فيه الافتتاح ولا يصير فيه النهائي، والبلد المنظم شرع فيه. النقطه ذي باش نجيو النهائي والافتتاح. هذايا متحف الكره المغربيه تم تشييده وافتتاحه مؤخرا. الفيديو هذايا بعثنا الناطق الرسمي باسم الجامعه الملكيه المغربيه صديقنا سي محمد مقروف، نسلموا عليه برشا. شوف التثمين ممكن انجازات الكره المغربيه ومتحف وهيلمان كبير. خالد شوف تعليقك على تشييد وافتتاح المتحف هذا. حاجه معناتها باهيه برشا طياره، ونعرفوا نحن الامكانيات. راهو يمين الامكانيات عندنا احنا خالد هكا شان كي تدخل فيدراسيون مش تلقى الكواتروات. عبد الستار انت ماشي برشا في سنين تضمار الايامات ولا عبد الستار تدور هكا بالضبط. ذكرهم والله كواتروات هكاك واحد تدور. الارشيف الكل موجود. نعرف الفيدراسيون، مشيت لها الفيدراسيون. يا ما شوف امير، شو ما عادش تقارنها بالمغرب خاطر بالميكرو
هربوا بينا هروب راه مانيش نقارن انا. هو يقارن عبد الستار قارن، انا والله لا قارنت، وريتك الفيديو انا عبد الستار ما تتقارنش. راه انا كله مع شوف عام 2014 لعبت في المغرب، انا لعبت في الرجاء، وتشوف الملاعب اللي عندهم عام 2014، وشوف انت الاكاديميه اللي عندهم تاع محمد السادس، حاجه راه من وراء الخيال، راه حاجه راه معناتها حتى في الاوروب ما تلقاهاش. لكن فما مشاكل يجب معالجتها، التحكيم مثلا، التحكيم عنده مشاكل، تحسين الاعلام الرياضي، حاجه خويا ما تنجمش راك تصلح كل شيء في عام ولا عامين. هما عندهم الاراضي، عندهم الملاعب، عندهم المتاحف، عندهم الاكاديميه نتاع محمد السادس، عندهم السياحه، عندهم اللي تحب، عندهم السياحه. دونك ما انت هربوا بينا هروب الحقيقه. به هل يستضيف المغرب النهائي ام الافتتاح؟ هو عاده من كي يبدا تنظيم مشترك، خاصه تو 3 بلدان اللي باش يستضيف الدور النهائي ماهوش يستضيف الافتتاح. عبد الستار حسب رايك هو اهم، الافتتاح ام الدور النهائي؟ النهائي اهم. صحيح الافتتاح فيه الحفله والشو وكل شيء، لكن الانظار ونسبه المشاهده والعالم الكله باش يتحط نهار النهائي باش يشوف شكون صاحب كاس العالم وشكون بطل كاس العالم. نتصور هنا اسكو برنابيو هو اللي باش يستقبل فما كلام على برنابيو، فما كلام على كامب نو، ويقالوا انه ربما انا عكسك يا عبد الستار، انا عندي الافتتاح اهم، خاطر الناس الكل معناتها اوكي حتى النهائي، اما انا الاكثريه العباد الكل معناتها لو كنت صاحب القرار تختار الافتتاح، خاطر العباد الكل باش تقعد تشوف شنو واش عملت البلد المنظم ولا مثلا المغرب، شنو الافتتاح وشكون باش تجيب مغنيين وشنو كيفاش قطر عملت فيهم العجب في الزوز في الافتتاح على مستوى المشاهده. خالد راهو الناس كل تستنى شوف انا في الفينال في البطل. نقول امبوسيبل انهم معناتها ان شاء الله ينجحوا 3 بلدان، اما امبوسيبل اللي عملته قطر كسوا في الامن والامان والشو واللي تحب. ما خالد في الافتتاح شكون باش يلعب؟ خالد شكون باش يلعب المباراه ولي فان زون وحاجات معناتها من وراء الخير. الافتتاح شكون باش يلعب؟ ديما البلد المنظم هو هكا ولا ينجم ما تلقاش مباراة على مستوى عالي، لكن الفينال باش تلقى دو جراند ناسيون هما اللي خلطوا بعد دورة وتصفيات والدنيا الكل، باش تلقى لي ستار الكل نتاع العالم في دو جراند ناسيون موجودين في نهائي. معناها الحقيقة انا نرى الفينال هذاك هو اكثر اهم من الافتتاح. هو راهو انا مثلا باش ناخذ اكزومبل مونديال قطر، معناها اللي صار في مونديال قطر في الافتتاح وفي النهائي حاجه ما وراء الخيال. النهائي والامير تميم كيفاش لبس ميسي، نسيت اسمه اللباس التقليدي هذاك نتاع قطر، لا استحضر اسمه، ولا الافتتاح كيف فريمون حاجه فيها حفله، وحتى النهائي في حفل الافتتاح حفل كبير. لا وخرجوا عملوا الباريد في لوسيل منتخب الارجنتين، حاجه سابقه معناها من نوعها، بلد يفوز بالمونديال في بلد اخر، دونك استثنائي طبعا على جميع المستويات. به لامين يامال لاعب المنتخب الاسباني اللي عنده اصول مغربيه، تحكي على المفاوضات والمشاورات مع المغرب. خالد شنو صار؟ قدم مشروع لامين يامال من طرف الاتحاد الملكي المغربي، لكن جامعة الملكية المغربية، لكن لامين يامال طبعا فضل اسبانيا على حساب المغرب. لكن كمان معناها المغرب حاولت برشا مع لامين يامال وارادت استقطاب اللاعب. والله شو اقول لك، هذايا حرب بارده ما بين المغرب واسبانيا على اللاعب هذايا. ما في الاخر هو اختار اسبانيا، يقول لك فيو العمر، يقول لك مع المنتخب الاسباني معناتها نجم نعمل كارير كبيره، نجم نهز كاس العالم، نبرز اكثر. وهك شفت معناتها من اللي اختار اسبانيا صح مع شركه معروفه، لا علينا في برشا فلوس، حتى اديداس هو صح، اديداس خليت اديداس ونايك زوز يتعاركوا عليه، عملوا له كونترا افي راهو معناتها، فهمت. وعنده برشا امتيازات معناتها كسوا في البارسا، كسوا في الكيب ناسيونال. وراك شوفوا معناتها باش يولي رقم واحد، تحب ولا ما تحبش يولي رقم واحد في المنتخب الاسباني. هو ديجا يلعب تيتولير وسجل مع المنتخب الاسباني، دونك بالنسبه لي هو معناتها عنده سكيسور، عنده عائله معناتها خذوا ديسيزيون مع بعضهم، عنده ليزاجون نتاعو وكاو معناتها العمر راهو يفرق. يقول لك ان جو بريفير اني في اسبانيا ونلعب في اسبانيا، وكي نصحح مع اسبانيا ونلعب مع المنتخب الاسبانيوري عندي شانس كبيره باش نقعد نلعب في البارسا ونعمل كارير كبيره
على غرار برشا ملاعبيه. لامين يامال لو نجح المغرب في استقطاب تصور لامين يامال وابراهيم دياز فرد ضربه معناها لاعب من مدريد ولاعب من برشلونه باش تكون حاجه كبيره، لكن يامال راهو من عام 2007 مش نفس الوضعيه نتاع دياز اللي هو من عام 99 اللي يقول لك انا حتى كان باش نكون في المنتخب الاسباني نجم نكون مش اساسي. دونك يحسب لامين يامال قاعد طالع توا في كورب طالعه بيرفورمانس، قاعد يقدم في بيرفورمانس كبيره مع البرسا. ما نتصور الشوا نتاعو لاسبانيا لانه قدامه مارج كبيره وكاريره ما زالت قدامه، وينجم ياخذ بلاصه وينجم يفكها في اسبانيا عكس دياز اللي قدامه وقت العمر قصير. المغرب راي قاعده تخدم على الموضوع هذايا. تشوف توا فما حتى يوسف الخديم يلعب في الناشئين نتاع ريال مدريد، قاعدين كيف حكاو معاه. اي تشوف كيف فما شو اسمه اخو ماش وي قاعدين كيف حكاو معاه. معناتها فما سياسه ومشروع كبير لاستقطابها اللي بيناسيونو هذوما، وراي باش تتواصل بين اسبانيا بيناتهم 14 كيلومتر اسبانيا والمغرب. دونك هذوما اللي مزدوجي الجنسيه المغربيه والاسبانيه لاعبين موجودين بكثره في معناها الجاليه المغربيه الكبيره اللي متزوجين معناها كسوا الام ولا البو تلقى مغربي ولا اسبانيه، عنده اصول من البلدين. دونك هنا المغرب صح عليه اللي لقى البلاتفورم هذيا باش يخدم عليها لانه التكوين مهم في الاصناف هذيا. اللاعب اللي يجي تو للمغرب يجي عنده انفورماسيون كبيره برشا، ما تلقاش عنده دي لاكون على مستوى تكوينه، دونك يلقى حاضر. البشت اسمه البشت القطري، صديقي صدق قحبيش سلم عليه برشا ويبعث لي رساله ذكرني باسم اللباس التقليدي القطري البشت. نحب نقول لك يمين باش نكمل على كلام عبد الستار، زيد حتى نحن اخويا ما عندنا ملاعبيه مزدوجي جنسيه مش برشا، مش كي المغرب ما نسميهم لك مش بنفس العدد. خالد سمي لي هي مش نفس العدد ونفس الكاليتي، مش نفس الكواليتي. هما ملاعبيه راهي قاعده تعمل في بيرفورمانس باهيه. راهو بر كيما كريم المرابط مهاجم تاع ميشلان بلجيكا 7 اهداف تو و7 اسيست. عندك اسماعيل الغرب، عندك هيثم حسن جناح ايسر. اسماعيل مش قال باش نجي جناح ايسر في ريال المعار تو السبورتنج خيخون. مصري تونسي راه. عندك ياسين العياري متوسط ميدان برايتون المعار لوين هذا بلاك بيرن. عندك شكون بعثهم لك هذوما؟ راني خضيره. عندك زكريا العمدوني. راني خضيره كهو عاد عندنا برشا. عندك يوسف الشرميتي عرفتوا؟ ولد عم امين الشرميتي. ما فما حاجه خالد اختار البرتغال في بالي ولا خالد شوف الفرق بين احنا والمغرب شنو هي لا دومي فينال اللي عملتها في كاس عالم المغرب سهل لها اي نيغوسياسيون مع اي لاعب. راهو اليوم يقول لك المغرب توصل نصف نهائي يقول لك نجم تعاود سميتهم كذوما ما عندهم حتى شانس تو مش يلعب في ليكيب دو فرنسا ولا يلعب بعد شويه باش نحكيو. ليش الشرميتي شنو اختار البرتغال ليه الاخرين نحكي لك تنجمش هذوما تجيب منهم زوز ثلاثه كي تعطي فيهم تعطيهم باكو نجم خويا معناش استادات. انا باكو خالد تحكي لي معناش تقول لي باكو بعد شوي باش انت ديما كونتر خويا. ليه مش كونتر كما معناش فلوس حتى راهو فما كوميونيكاسيون فما اسامي كبيره تنجم تكلمهم باش يمشي يكلموا الناس قاعدين يخدموا على الجانب هذا جامعه تسير كره قدم. بعد شويه الكويس خالد القربي يتحدى عبد الستار موسى بعد الهزيمه النكره اللي تعرض لها محمد سليتي ضد وجدي بوعزي الاسبوع الفارط. فاصلوا راجعين. انتم تسمعوا في سبور شيك سبيسيال رمضان امين جلانزا على اي اف ام احلى راديو. 9:51 دقيقة على اي اف ام. هذا وقت الكويز. خالد القربي يواجه عبد الستار موسى. 7 أسئلة. شكون يربح الليلة؟ شكون صاحب الحظ السعيد وجائزة 1500 أورو المرصودة للفائز بلقب الكويز؟ يلا إذا جاوبت إجابة غلطة عبد الستار ما عندكش الحق تجاوب إلا ما منافسك ياخذ الفرصة ويجاب. ممنوع استعمال التليفون. يلا تليفونات زوز تليفونات عبد الستار اقلبهم. هاي السؤال الأول. لعب مع منتخبات فرنسا للشبان. أفضل لاعب في الجزائر 2011 25 مباراة مع منتخب الجزائر الأول. مباراة وحيدة ليه في المونديال كانت ضد إنجلترا 2010 وتعادل 0-0. مباراة وحيدة في كأس إفريقيا ضد الكوديفوار 2013. الإعلام الجزائري قال عليه أنه في يوم من الأيام السيتي كان يرغب في انتدابه. لعب في سوشو، لعب في باستيا، مونبولي، بيتيس، بودابوس. صحيح
سانت اتيان، اهلي مونبلي جده، عرفت. وحاليا في احد وعنده زوز اهداف مع الجزائر. انا رياض بودبوز 1-0 كان مع الاهلي القربي، أهلي جدة، مشى أحد. يجيب لي استقبال القربي فيها الاسامي نتاع متابع للكره السعوديه. خالد القربي ومشهور ايضا في السعوديه. يلا السؤال الثاني. يعرف على انه اكثر هداف مغربي تسجيلا للاهداف في البريمير ليغ. هذا صعيب نتصور ما كنتش تلعبها. لعب في ساوثهامبتون واستون فيلا، لعب ايضا في الوولفز. 16 هدف في البريمير ليغ، مغربي متوسط ميدان هجومي مغربي. اي مسقط راسه اكادير، لعب في نيم، في ميتس، دنكيرك، سانت اتيان، هذوما في فرنسا، بالاضافه الى الانديه الانجليزيه قلنا اشهرها ساوثهامبتون واستون فيلا. لعب 14 مباراه فقط للمغرب وسجل هدف وحيد. انا من يلا قديم هذا ولا تو مش قديم برشا، مش قديم ياسر. قديم برشا. يلا عندك اجابه خالد؟ 14 هي اللي شويه معناها. 4 3 2 1. خالد ما عندوش اجابه. 4 3 2 1. حسين كشلول. حسين كشلول. حسين كشلول. 1-0 خالد. الكابتن خالد حسني بعث لي ميساج قال لي شيب حاجه ممكن. لا اوكي اللي على اليسار اللي ما حاج، اللي ما حاج. السؤال الثالث. كشلول هذا لاعب مصري سبق له التسجيل في الدوري الألماني وهو مدافع. فاز بكأس افريقيا 98 مع مصر، بطل مصر مع الاهلي مرتين، لعب للمقاولون، كايزر سلاوتن، بورسا سبور، الاتفاق السعودي. مدافع لا مدافع. المصري البورسعيدي 36 مباراة مع مصر و8 اهداف، مدافع يسجل اهداف. من واسمه مشهور جدا عند الجماهير التونسية. من وفاح، فما وفاح تونسي. كمش يلا كمون. لا كمون هذاك من كمون يخدم في موزايك. ليه يلا شطة مش ليه مش شطة شو اسمه؟ سمير كمونة. سمير كمونة هي الإجابة. أنا قلت لك كمون. لا كمون، فما فرق بين كمون وكمونة. لا 1-0 لخالد القربي. زوز أسئلة ما نجمتوش تجاوبوا عليهم. يلا السؤال الرابع، هذا نتصور خالد يجاوب عليه على خاطر باش نهزوا الاستعودية. يلقب بالجوهرة العربية، أفضل لاعب في آسيا 84 85 و86، فاز بكأس آسيا 84 و88 مع منتخب السعودي، هو مهاجم النصر السعودي من أساطير النصر السعودي. البعض يعتبره الأفضل في تاريخ الكرة السعودية، 140 مباراة و72 هدف مع المنتخب السعودي، هداف الدوري السعودي 7 مرات. أنا من؟ يلا مش أنا نور. أنا من؟ لا مش نور إجابة غلطة. خالد عبد الستار عندك الفرصة. يلا مش دوسري يلا شيء ما عندكمش إجابة؟ كاس الأصعاب اللي جبتهم بالثمانينات ما يمشوا يذكروه في السعودية. ماجد عبد الله. ماجد عبد الله. ماجد عبد الله. ماجد عبد الله اعطيني لي زيفي السيد المخرج. ماجد عبد الله. يلا الإجابة الصحيحة ماجد عبد الله. دونك 4 أسئلة جاوبتوا كان على واحد. يطلعهم هذوما سليتي ابو عزي ويطلعوا. لا يطلعوا. لا عبد الستار انت ضعيف برشا في الكويز طلعت. لا مستواك تاعك برشا. ديفيزيون 3 انت. ماجد عبد الله والاخر شو اسمه؟ سمير كمونة. لا كمونة شلول ولا شو اسمه؟ حسين كشلول. يلا السؤال الخامس، هذه سهلة برشا. كما تطلعوش هذه زوز باش طردكم، ما عادش تحطوا ساقيكم في الاستوديو. يلا فاز بالتشامبيونز ليج الأوروبية 4 مرات مع 3 فرق مختلفة، أجاكس، سامدوريا، ريال مدريد، إنتر، ميلان، بوتافوغو، كلارون سيدورف. صحيح هاو اختفى. كمل السؤال عاد. جاوب. لا جاوب، عنده الحق يجاوب. حط لنا أجاكس، سامدوريا، ريال، إنتر، بوزور تحب انتر، ميلان، بوتافوغو. تعرض لعديد الاصابات مع انتر، فقرر النادي بيعه الميلان. في الفحص الطبي طبيب ميلان لقى عنده الام في مستوى زرسة العقل. قالوا باش نحيلك زرسة العقل والاصابات ستختفي، وذاك اللي صار بالضبط. وتألق مع ميلان ل10 سنوات كمدرب، درب ميلان، شنزن الصيني، ديبورتيفو لا كورونيا ومنتخب الكاميرون. يلقب بويلي وونكا والبروفيسوري كلارونس سيدورف. تتبقى زوز أسئلة، عندك فرصة للتعديل عبد الستار ولا باش تنهزم؟ السؤال السادس. يلا برازيلي فاز بمونديال 2002، لعب في الريال، فلامينغو، باير ليفركوزن. لا غلط.
غلط. تو ما عندوش حقه يجاوب، انت تو عندك فرصه ذهبيه. ريال، فلامينغو، ليفركوزن، اوج مسيرته كان مع بايرن ميونخ، لعب في الغرافه في قطر. جيلبرتو، مش جيلبرتو، عندي لا، فرصة أخرى. جيلبرتو. البير، ليه؟ لا البير لا. حاليا عمره عندك الحق تجاوب فريد غلط، مازالت عندك فرصه. استنى خلينا نكمل لك لي زانديست فماشي ما تجاوب. حاليا عمره 50 سنه لكن في لياقه بدنيه عاليه. يجيب يبارتاجي في، لا ما عندكش حق تجاوب انت. يبارتاجي عديد لي فيديو على انستغرام، في لياقه بدنيه عاليه وعاليه جدا. انا عاد شنو؟ استنى 3 2 1 يلا. زيرو بيرت. زيرو بيرت خالد القربي ينتصر 3-0. صح عليك. هزيمه نكراء عبد الستار موسى. نكراء. عندك فرصه لحفظ ماء الوجه. هذا السؤال الاخير. الميكرو عاد. السؤال الاخير يلا. بالون دور 2001 عرف بالهدف الرائع اللي سجله ضد الارجنتين عام 98 في مونديال فرنسا. لعب في ليفربول، ريال مدريد، نيوكاسل، مانشستر يونايتد، مع منتخب انجلترا. شيرر شكون؟ اوين مايكل اوين. ياسر عاد. مايكل اوين 89 مباراة وسجل 40 هدف. توج مرة وحيدة بالبريمير ليج مع مانشستر يونايتد عام 2011. أنا مايكل أوين. يا عبد الستار أنت ديفيزيون 2 أنت تحت. قلت لك قبل ما نبداو. شكرا لك عبد الستار موسى. العبرة بالمشاركة مرة جاية إن شاء الله تلعب. هو خالد ديما يخسر.